بل هذه سنة يعني سبحان الله. يعني نحن نستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هرقل أبا سفيان فقال له وسألتك هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، أن هذا الطريق هو دين الإسلام من يدخل فيه لا يرتد عنه سقطة له، وهكذا طريق الأنبياء ومنهج الأنبياء. فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهو اتجاه كما قلنا زي المرور كده، اتجاه مروري واحد، اتجاه واحد مفيش رايح جاي. فغالبا اللي يمشي في طريق الإسلام أو طريق أهل السنة والجماعة بيشبع، الفطرة تشبع، القلب يسكن ويطمئن، اليقين يرسخ، وبالتالي لا يعول بعد ذلك أبدا على أي منهج يخالفه، والواقع يؤيد ذلك. فنجد دائما حتى كبار المتكلمين ممن أراد الله سبحانه وتعالى بهم الخير دائما نجد متكلم يعود إلى منهج السلف، صوفي يعود إلى السلفية، أشعري يعود إلى منهج أهل السنة. لكن هل سمعتم بأحد من أهل السنة انتكس إلى منهج الخوارج أو منهج الشاعرة أو المتكلمين؟ لا يكاد يوقف على هذا أبدا، لا يكاد يوقف على هذا. ليه؟ لأن ده مقتضى أنه يعني دين الإسلام ودين الفطرة ومنهج أهل الحق. فدايما أئمة الكلام الذين يريد الله بهم خيرا إما أن يرجعوا إلى منهج السلفية، وإما أنهم على الأقل في نهاية العمر بقى بعد التجربة ما تكون نضجت واستوت يوصل للنتيجة ويعترف بأنه ضيع عمره. وكلامهم طبعا كثير جدا في هذا. زي مين؟ قولوا أمثلة بقى، سمعونا أمثلة. ها، أبو الحسن الأشعري نفسه، نعم. مين بقى؟ الجويني، الشهرستاني، الرازي ده مهم جدا، ده إمام كبير من أئمة الأشاعرة. الرازي ابن شيخ الحزاميين صحيح، ودرسنا رسالته من قبل، رسالة اللي هي فيها الوصايا بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا. يعني أمثلة كثيرة جدا في القديم والحديث. لكن ما تجد سلفيا بس يكون فاهم السلفية، فهمها مش تقليد، مش ماشي مع الجمهور يعني ويقلد الآخرين، لا، يكون هو درس المنهج وتضلع منه. لا نكاد نجد من ينتكس منه إلى أي فرقة ضالة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الجويني وهو شيخ الغزالي رحمه الله تعالى، الإمام الجويني إمام الحرمين، أثنى على دين العجائز وعقائد العوام، يعني يندم على تضييع عمره في علم الكلام، ثم يقول وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، رجع لعقيدة العوام. الرازي وهو من هو من أئمة الكلام المشهورين، ولشيخ الإسلام رسالة كبيرة جدا في الرد عليه في أساس التقديس، وهذه الكتب يرد على الرازي ردا رائعا جدا يعني. يقول الرازي ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. إذن سادة وزعماء المتكلمين يعترفون وهم على فراش الموت وينصحون بترك هذا العلم المذموم، علم الكلام. نعود إلى موجة أخرى بقى. الغزالي دلوقتي كان بيذم علم الكلام، أيضا في عبارة أخرى الغزالي نهى عن تعاطي علم الكلام، ويفهم من كلامه أنه النهي والتحذير من علم الكلام ده موجه مش لكل الناس، ده موجه لمين؟ للعوام، الجام العوام عن علم الكلام. حيرة جديدة نضطرب فيها مع الغزالي وأمواجه المتلاطمة. فنهي الغزالي عن تعاطي الكلام كان موجها للعوام من الناس، إذ ليس الكلام مذموما لعينه، بل لأن فيه ضررا على العوام، وإلا فإن أصحاب مرتبة الكلام والجدل هم حراس العقيدة في نظر الغزالي. فلا يليق بالعوام ارتقاء مرتبة الكلام، ولا يليق بأهل الكلام ارتقاء مرتبة الصديقين، ولا يليق بالعوام إلا الاتباع. العوام دول اللي هم سماهم في موضع آخر لا، كلمة أشد المقلدين، البله، وسماهم كمان أهل السلامة، أهل السلامة البل وهم أهل الجنة، دي طبقة العوام. فيرى هو أن العوام، وقال قبل كده كما رأينا الأسبوع الماضي أن إذا كان الشخص جلفا بليد الطبع فده تقول له الرحمن على العرش استوى وأنه استقر على العرش، وما ينفعش ده تكلمه الكلام بقى بتاع الطبقة الأعلى اللي هي التأويل والى آخر هذا الأشياء. طبعا كلام ظلمات بعضها فوق بعض. فعند الغزالي لا يليق بأهل الكلام ارتقاء مرتبة الصديقين، ولا يليق بالعوام إلا الاتباع.
الاتباع. وهذه النفسية على فكرة موجودة وانتبهوا لها. يعني بعض الناس من أهل الكلام أو الأشاعرة أو غيرهم بينظروا للسلف نظرة ازدراء، زي المتكبرين المغرورين بالعلوم الحديثة في عصرنا لما ينظروا لأهل العلم الشرعي بإيه؟ باحتقار كده وازدراء. دول الناس الدراويش يعني، وإن هم اللي عندهم كل شيء، العلم الحديث بقى والحضارة والكلام الفارغ، علوم التمتع بالخلق. نفس النفسية موجودة، وذلك تجد في روح من التعالي على أهل الدين. نفس الشيء عند الخلفيين، ينظروا للسلفية بأن هي إيه؟ دي حاجة يعني، دول الناس كانوا سذج، كانوش لسه تطور العلم كما تطور في زماننا. ده الذي يعكسه عبارة إيه؟ منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. ما هي دي شتيمة المنهج السلف وسب للصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ يقول لك طب قيس كده، شوف لما واحد زي الرازي مؤلف تفسير كام مجلد، وفلان ألف في علم الكلام كتاب من 30 مجلدا. طب هم الصحابة ألفوا إيه؟ والتابعين ألفوا إيه؟ فبيقيس علم السلف بالنسبة لعلم الخلف بكثرة المجلدات. ومن أوضح الردود على هذا رسالة لطيفة، هي رسالة مين؟ مين رد على هذا المعنى بالذات؟ الإمام ابن رجب، اللي هي رسالة إيه؟ فضل علم السلف على الخلف. كان بيرد على هذه الجزئية، احتقار الخلفيين لعلم السلف متوهما منهم لجهلهم إن كلما قل الكلام الكثير والجدل والمناظرة دل ذلك على قلة العلم، وكلما كثرت المصنفات دل ذلك على التعمق والعلم ونحو ذلك. فهم الخلفيين عندهم نوع من الاغترار بالعلوم الحادثة، عندهم علم الكلام وغيرها من هذه العلوم، وده السبب في ازدرائهم منهج السلف. فهو في نوع من الازدراء والاحتقار سوف نلمح يعني بعض ملامحه أيضا خلال هذه الدراسة. وبعدين طبقية بقى وعوام وخواص وخواص الخواص، كل حاجة ملخبطين الدنيا فيها كده. مفيش السلاسة بتاعت الدين، دين الفطرة والسلاسة والبساطة، بل التعقيد كما سنرى. فيقول عند الغزالي لا يليق بالعوام ارتقاء مرتبة الكلام. عشان كده العوام لهم كلام والخواص لهم إيه؟ كلام. العوام دول نقول لهم بقى الرحمن العرش استوى، نضحك على عقلهم بكلام إيه؟ لكن الحقيقة لا، مفيش حقيقة مطلقة. الحقيقة إيه؟ نسبية. للعوام كلام وللخواص كلام تاني، والكلام ده حرام يتقال للعوام أو يضرهم. لا، احنا بنقول الكلام ده لطبقة معينة. إيه هذه الطبقية؟ إيه خواص وعوام؟ من أين أتيتم بهذا؟ أين كان هذا عند السلف، عند الصحابة أو التابعين أو عند أئمة الإسلام؟ فلابد أن نكون في انتمائنا للسلفية يكون على بصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش نرفض الغزالي، نرفض الصوفية، نرفض الإحياء فقط لأن شيوخنا يحذرون من هذه الكتب. لا، وجد الآن في السلفية مقلدة في أقبح أنواع الجهل أو أقبح أنواع التقليد الذي المفروض تتنزه عنه السلفية. لابد يكون في بصيرة، وأن تعرف مواقع أقدامك وباني موقفك على أي أساس، على فهم وعلم وبصيرة كما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول ولا يليق بالعوام إلا الاتباع والكف عن تغيير ظواهر الآيات والأحاديث. دول بقى العوام قول لهم الآيات والأحاديث الظاهر بتاعها كده، وتحذيرهم عن إبداع التصريح بتأويل لم تصرح به الصحابة، وحتم باب السؤال رأسا والزجر عن الخوض في الكلام والبحث. وأما الخواص أصحاب المقام الثاني وهم النظار فقد أجاز لهم الغزالي ترك الظواهر حسب ما تدعو إليه الضرورة بعدما أحالهم على كتابه القسطاس المستقيم الذي وضع لهم فيه الموازين الخمسة المأخوذة عن المنطق والمناطق. ولا يخفى أن تقسيم الناس إلى عوام وخواص وغير ذلك هو من فعل الفلاسفة الذين يحرمون على العوام تأويل الآيات، ويحرمون في نفس الوقت إثباتها على العارفين، ويأمرون العوام بإثباتها والعارفين بتأويلها، كابن رشد الذي يزعم بأن إثبات العارفين للآيات كفر وتأويل العوام لها كفر. يعني الاثنين كفر، بس هي مسألة نسبية. ففي حق العارفين إثبات الآيات كفر، يعني دول عارفين، والعوام يثبتوا الآيات، يأخذوا الآيات على ظاهرها، وتأويل العوام للآيات كفر، مع أن الاثنين متناقضين. طب مين فيهم كفر؟ لكن هو بيقول لأنها حاجة نسبية، العوام لهم كلام والخواص لهم إيه؟ كلام. وهذا مبني على أقوال ابن سينا من أن الشرع خطاب للجمهور على سبيل التمثيل. ده تمثيل لكن مش حقيقي، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. قد يحث الغزالي على إثبات صفات الله في كتاب من كتبه، ثم يخالف ما حث عليه بدعوته إلى تأويلها في نفس الكتاب. مثلا في كتاب الإحياء
تارة يدعو إلى التأويل في فصل قواعد العقائد في الإحياء وأدلتها، يتأول صفة الاستواء في الاستيلاء زاعما بأن الأهل الحق مضطرون إلى التأويل. في موضع آخر من الإحياء يجعل إقرار الإثبات أو التأويل مرهونا بالكشف. يعني في موضع آخر يقول هل نثبت الصفة أو لا نثبتها أم نأولها؟ اللي يحدد. في مكان آخر في الإحياء بيقول إن ده يرجع إلى إيه؟ الكشف. فإن وافق التأويل ما كوشف به العارف أخذ بالتأويل، وإن وافق الإثبات ما كوشف به أخذ بالإثبات. ودي طبعا عبث شديد بمصادر التلقي سبق أن درسناه بالتفصيل في قضية الإيه؟ الكشف في بحث الإيه؟ ظاهرة العبث بأشراط الساعة. اتكلمنا على العبث بمصادر التلقي في بحث المهدي. اتكلمنا على العبث بمصادر التلقي وأن من ضمن العبث إحداث مصادر لم يأذن به الله كالإيه؟ الرؤى أو المنامات يعني، أو المكشفات أو الإلهام، وذكرنا ضوابط التعامل مع هذه الأشياء. فهو هنا في موضع من الإحياء يجعل إقرار الإثبات أو التأويل بالنسبة للنص مرهونا بالكشف. فإن وافق التأويل ما كشف به العارف أخذ بالتأويل، وإن وافق الإثبات ما كشف به أخذ بالإثبات، وهذا في الإحياء. في موضع آخر يقول إن إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد نفي التشبيه هو الجامع لذلك كله، إذ إن الخطر في البحث عن الصفات عظيم وعقباته كؤودة ومسالكه وعرة. يعني هنا كلام جميل، كلام سلفي. فإن إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله مع اعتقاد نفي التشبيه هو الجامع لذلك كله. كلام جيد. يقول في القسطاس المستقيم: فإن تشابه عليك شيء فقل آمنا به كل من عند ربنا، واعتقد كل ما ورد في إثبات الصفات ونفيها على غاية التعظيم والتقديس مع نفي المماثلة واعتقاد أنه ليس كمثله شيء، ولا تلتفت بعد هذا إلى القيل والقال. ويقول: علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل، إذ يكفي أن يقال مع هذه الظواهر ليس كمثله شيء. وقد أكد بأن إثبات الصفات مع نفي التشبيه والمثل هو معتقد أهل السنة الصحيح، الذي هو وسط بين المتأولة المعطلة وبين المشبهة الذين يثبتون الصفات من غير إثبات آيات التنزيه ليس كمثله شيء، فيفهمون منها ما يفهمونه من صفات المخلوقين. يقول الغزالي: وأما الفرقة المعطلة فإنهم بالغوا وغلوا وبالغوا في نفي التشبيه حتى وقعوا في التعطيل، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم سلكوا الطريق الوسط وأثبتوا صفات الله كما وردت من غير تشبيه ولا تعطيل. ده فين بقى؟ في كتابه روضة الطالبين. أما في كتاب إلجام العوام عن علم الكلام فقد أكد فيه على الإثبات، واشتد نكيره فيه على التأويل والمتأولة، ملقبا إياهم بالمعطلة، وحث على سلوك طريق السلف. لأن ده إلجام العوام عن علم الكلام، هنا بيخاطب مين؟ العوام. فحث العوام على سلوك طريق السلف، ونسب من سلكوا غير هذا الطريق إلى البدعة. وقال في مواضع متعددة من هذا الكتاب إن الحق هو مذهب السلف، وأن من خالفه فهو مبتدع. وأضاف بأنه لما كان زمان السلف الأول زمان سكون القلب بالغوا في الكف عن التأويل خيفة من تحريك الدواعي وتشويش القلوب، فمن خالفهم في ذلك الزمان فهو الذي حرك الفتنة وألقى هذه الشكوك في القلوب مع الاستغناء عنه فباء بالإثم. طبعا سكون قلوب السلف بالعقيدة السلفية لابد أن نعرف أنه دي ثمرة من ثمرات الاعتقاد الحق، لأن الحق هو الذي يأتي بالسكينة والاطمئنان. فهي مش كلام يعني شيء عارض، وإنما هو هذه السكينة التي تنشأ عن الاعتقاد الحق الصراح الذي نطقت به النصوص وشهدت به الفطر والعقول، فأصبح يقينا لا يعتريه شك ولا تزعزعه الشبهات. إذا كما رأينا التناقض في موقف الغزالي في قضية علم الكلام. إذا فماذا عن علاقة الغزالي بالفلسفة، خاصة أن بعض الناس يتصورون الغزالي خال تماما وبريء من الفلسفة، بدليل أنه ألف رد عليهم في كتاب تهافت الفلاسفة. يقول